عاجلا ورسميا لو لسه ما تعرفش فتعال اقول لك على اهم الاخبار والعروض اللي مقترحه على محمد صلاح والعملاق مصطفى شوبير. خليك معايا. طبعا النهارده معانا خبرين من العيار الثقيل. طبعا بعد الاداء الكبير اللي قدمه محمد صلاح ومصطفى شوبير في البطوله، جات لهم عروض من انديه مختلفه، وبعض الانديه الاوروبيه وبعض الانديه والمنتخبات بدأ ان هم يجهزوا للاتفاق والتعاقد مع مصطفى شوبير ومحمد صلاح. تعالى بقى اقول لك على اول خبر اللي هو يخص محمد صلاح. تعال نسمع الخبر مع بعضنا. بيقول ايه؟ كشفت تقرير صحفي عن شبكه اي اس بي ان ان النادي الهلالي السعودي يضع محمد صلاح على راس اولوياته، ويجهز عرضا لمده 3 سنوات بقيمه اجماليه تصل ل 60 مليون يورو، بواقع 20 مليون يورو في الموسم الواحد. ده طبعا بالنسبه للعرض اللي مقترح لمحمد صلاح من الهلال السعودي. انا بقى نخش على التقيل وركز معايا للعروض اللي جايه لمصطفى شوبير. اسمع معايا كده. بيقول ايه؟ تقارير اسبانيه ارشدت الى وجود اهتمام من انديه الدوري الاسباني، ابرزها الهاتف الاسباني، بمتابعه مصطفى شوبير بعد المستوى المميز الذي قدمه مع المنتخب المصري في بطوله كاس العالم. لكن حتى الان لم يتم اعلان عن وصول عرض رسمي للنادي الاهلي طبعا لانتقاله او التعاقد مع مصطفى شوبير. وطبعا دي حاجه تفرح جدا بعد الاداء اللي قدموه كلا اللاعبين في هذه البطوله مع المنتخب. بصراحه انا يعني مبسوط جدا، ويا رب دايما من نجاح لنجاح. تنساش تقول لي بقى في التعليقات ايه رايك، وانت شايف هل محمد صلاح يعني زي ما بقيه الناس بتقول، هل هذا العقد لمحمد صلاح كويس ولا لا؟ وانت شايف هل الاخبار دي كويسه ولا لا؟ ولو عجبك المحتوى ما تنساش تحط لي لايك. كان معكم عبد الله ابو الحكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.